صباح الخير، نهاركم طيب سعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا بخير والحمد لله. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم اللي جايزه من طريق ولا اول مره تشوف قناتي، نقول لك حبيبتي ادخلي للقناه اشتركي وفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد. مشتركاتي ما تبخلوش عليا بالايجاب، التعليقات الحلوين تاعكم، وبارطاجيو الفيديو تاعي لو ماكسيموم مع صحاباتكم محبباتكم لتعم الفائده. ونبداو الفيديو تاع اليوم على بركه الله. جيتكم فيديو جديد وبروتين جديد، روتين النشاط والحيوية. لازمنا نوضو نقيو دارنا، نقوموا على حوالنا. هذه هي يوميتنا أغلبها تفوت هكذا. كون تعوديش واقفة على دارك وما تكونيش واقفة على تنظيفاتها وعلى ترتيبها، أكيد راح يختل منك النظام. كما دايما نقول لكم يعني في وقتنا هذا المرأة لازم تكون تمشي بورقة وستيلو اليوم تاعها، كي عندها تنظيفات اليومية، عندها تنظيفات الأسبوعية، وعندها الشهرية، وأكيد عندها تاع المواسم اللي تقريبا كامل نديروهم. كيما راكم تشوفوا هنا راح نجوزوا معايا نهير بعض اللقطات من يومي جوست للتحفيز وثاني للمشاركة، نشاركوا كلش مع بعضنا باه انتم تحفزوني وانا ثاني نحفزكم. بديت لكم هنا الروتين كما راكم تشوفوا بالقهوه تاع الصباح هنا مع المعجون تاع العنب. كما راكم تشوفوا شاركت معكم الطريقه في الوقيتات هذو نجبدوه نلقاوه كي الحسنه. اونك ما عندكش هكذا حاجه كاطو ولا للصباح، حبيتي هكذا لوغو تاع العنب وهو مش في وقته، كما راكم تشوفوا هنا المعجون تاع العنب الاسود قاعد هو كما راكم تشوفوا راهو قريب يطيح العنب، وانا مازال عندي المعجون درت به تحليات وشاركت معكم في رمضان. والطريقه راهي كاينه في القناه اذا حبيتوها. جاي الصيف اكيد ويجي العنب ولا يجي موسم العنب، تقدروا انكم ثاني تستغلوه وتخليوه لهكذا. ممكن في الشتاء كما دائما نقول لكم العوله تاع الصيف نديروها للشتاء وتاع الشتاء نديروها للصيف. بعد ما كملت هنا القهوه تاعي هنا كنت شريت كميه، ولا الام تاعي شات كميه تاع فلفل كما راكم تشوفوا، يعني كميه لاباس بها. هنا جيت باه نرتبها كميه تاع فلفل حلو وكميه تاع فلفل حار. بالنسبه للفلفل الحلو نصو راح نستعملوا لوجبه الغداء ولا ندير به الغداء، واكيد الحبيبات نخبيهم ولا نصو نخبيه. كما راكم تشوفونا انا الخضره تاعي ما نغسلهاش، كما شاركت معكم شحال من خضره. اذا لقيتها مثلا هكذا شويه مغبره ولا ممكن فيها كميه تاع ماء، ممكن اني نمسحها مثلا بابي ولا. اما الباقي جوست نحطوه هكذاك مش راح يفسد لكم، على خاطر الماء دائما نقول لكم سواء حاجه راح تكونجليوها ولا حاجه راح تخبيوها جوست في الفريجيدير من تحت راح تفسد لكم. هنا كما قلت لكم راح ندير هنا كاين اللي يقولها ممكن تكتوكه تاع الطماطم مع الفلفل، كاين اللي يقولها حميص، حنا نقول لها حميص مقلي. كاين الحميص المشوي شاركت معكم، هذا حميص مقلي. كما شفتوني الحبيبات كامل غسلتهم قطعتهم هكذا دي بتي كيب وحطيتهم في مقيله، حطيت لهم كميه تاع ملح حوالي ملعقه تاع قهوه مع كميه تاع زيت وخليتهم يتقلاو ولا يتحمصوا. من جهه واحده اخرى هنا زوج حبيبات يكونوا كبار تاع طماطم كيف ثاني قطعتهم مربعات، ضفت لهم زوج سنينات تاع ثوم يكونوا كبار. الحميص يحب الثوم باه يجيكم بنين. بعد ما طاب لي هذاك الفلفل كامل على نار تكون قليله ضفت له هنا هذيك الكميه تاع الطماطم. نورمال مو اغلب الناس يعني يعرفوا الحميص، ولكن جوست داخل في الروتين تاعنا. هنا ضفت الطماطم ضفت لها الكميه تاع الملح اللي تاعها، يعني الفلفل ضفت له كميه تاع الملح، والطماطم ضفت لها ثاني كميه الملح تاعها مع رشه تاع فلفل اسود. وكيف راح نخلطهم كامل مع بعضهم ونخليهم يطيبوا على نار تكون قليله. نروحوا لحاجه واحده اخرى هنا. كما راكم تشوفوا شريت الخزانه هذه. هنا هذه الخزانه للامانه هي تاع لي شامبر. على بالي بما كلا تخليوا لي في التعليقات بلي ماهيش تاع كوزينه، انا شريتها للكوزينه ولكن مانيش راح نحطها في الكوزينه. انا في الكوزينه تاعنا عندنا الديباره وعندنا الكوزينه، حبيت نشري منظم نحط فيه كما نقولوا حنا المعاني نستعملهم اليومي. عندنا خزانه عفوا واحده اخرى في الكوزينه، ولكن صراحه ما هزتليش، حاطه فيها كما نقولوا حنا العوله، حاطه فيها مواد غذائيه، حاطه فيها السيرفيس تاع كما نقولوا حنا تاع ضياف لما فيه كامل، سواء تاع القهوه سواء تاع كما نقولوا حنا سيرفيس تاع ماكله. فحبيت حاجه ننظم فيها عفوا المواعن تاعي اليوميين. كما راكم تشوفوا ثاني كي نحطها في الديباره، يعني واحد ما راح يشوفها غير كما نقولوا حنا اللي يدخل الديباره، على خاطر في الديباره عندي مكان ولا خزانه ماهيش كما نقولوا ما فيهاش لي زيطاج، جوست خزانه برك، ولكن حبيت هذه ندخلها في الخزانه باه من جهه ننظم بها المواعن تاعي، ومن جهه ثاني انها نملى الفراغ هذاك، على خاطر قاعد هكذاك ما عنده حتى
دور. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما جبتها اكيد لازم نمسحوها بيان، تجي فيها الغبار هذيك تاع الحانوت. قلت لكم هذه تاع لي شامبر، تقدروا ديروها ثاني في لا شامبر اللي عندهم وليدات يقدروا انهم ينظموا فيها مثلا القش تاع الوليدات. ممكن ثاني اللي عندهم لي بيبي تقدروا تشريوها هكذا تنظموا فيها ثاني بالنسبه للبسه تاع لي بيبي ولا لي كوسميتيك. جايه فيها هكذا دو زيتاج في الطاج الاول ولا في القسم الاول. القسم الوسطاني ثاني فيه دو زيتاج والتحت خلاص فيها قجار، زوج قجار كما كنتو تشوفوا. حبيت نشريها في المارون باه تلوالي الوسخ كما نقولوا حنا، حتى وتطاشه هكذا ما يبانش فيها ماشي كيما البلون. كما شفتوا هنايا منظمه فيها، حاطه فيها الطاج الاول ولا الجزء الاول حاطه فيه المعن اليوميه. هذا هنا الطاج الثاني لميت فيه كامل لي بورتمونجي اللي نستعملهم، وفيها البلارات هذوك لاي حاجه تزيد لي على كما نقولوا حتى لي زيبيس ولا مثلا سكر قهوه لي زايده كامل على الاستعمال اليومي حطيته ثما. انا بالنسبه ثاني للقجار لميت فيهم كما راكم تشوفوا بابي كويسون، بابي الومنيوم، بابي فيلم، بابي سويتو، هذوك لي طاشي اللي نستعملهم في الكوشه ولا في الفور. مام هذو لي سال دو طابل اللي نستعملهم يومي ثاني لميتهم كامل هنايا مع البراميكسور. القجار دوزيام ثاني حطيت فيه لي بورتمونجي، حطيت فيه لي سيرفيات تاعي كامل ولا الصرافط اللي نستعملهم اليوميين، وثاني حطيت فيهم لي بلاطو ثاني نستعملهم اليومي. بعد ما نظمتهم واكيد راح نزيد نعاود نبدل، يعني كما تعرفوا كي نشريو حاجه جديده نحطو فيها، ولكن مره على مره كل حاجه تحكم بلاصتها. ممكن اني نبدل واش حاطه فيه، ممكن اني نحط فيها حوايج واحده اخرى. ليسونسيال راح نشارك معكم. وهنايا رحت للكونجيلاتور اللي راكم تشوفوا حالته حاله، يعني كميه تاع لاكلاص بزاف فيه. هو صح يدير لاكلاص ولكن لافوت تاعي خليته شويه الباب تاعو مفتوح، ورحت غبت يعني واحد اليومين ولا ثلاثه تكونت هذه الكميه تاع لاكلاص. وثاني كانت عندي كميه تاع طماطم ولا لاصوص طوماط ثاني كامل لصقت لي على خاطر الباب هذاك اللي كان مفتوح. هنا لاصوص اللي نديرها باغي نحالي هذاك لاكلاص فاسيلمون، اني نجيب كميه تاع ما يكون يغلي، نحطه في ريسيبيون، نحطه لداخل ونخليه واحد ل5 دقائق تلقاوه كامل يهبط لكم بكل سهوله. وهنا ثاني تدبيره اللي ثاني نديرها باه نقص شويه لاكلاص هذاك، انه نجيب كما راكم تشوفوا بابيا سويتو ولا ممكن قطعه تاع قماش، نحط فيها كميه تاع زيت عادي ونفوتها كامل على الحواشي ولا على الجدران هذوك كامل تاع لاكلاص باه ما يربيليش هذاك لاكلاص عفوا بزاف. فوالا هاي اللي كنا نقيته فحفحته مليح على خاطر راح نزيد نبدا العوله من دار وجديد، وراح نشارك مع اخواتاتي كامل على خاطر خلاولي في التعليقات انهم يحبوا هكذا مثلا الخضر اللي نخبيوهم في الموسم تاعهم. فوالا اول حاجه راح نخبيها واللي هي الثوم. راهو وقت الثوم يا البنات، وراهو لي بري تاعو هابطين، يعني ساشي تكون يعني ما شاء الله ب20,000. هنا للامانه كما راكم تشوفونا تاعي بدا شويه ينبت، علاه على خاطر نستنى في الكونجيلاتور نكمل منه الكميه ولا الشيء اللي كان فيه باه نعاود ننظفه، باه نعاود نحط فيه الثوم تاعي باه ما نزيدش نعاود نجبدو يدي كونجلا. ولكن عادي مش راح ياثر يعني بزاف. هنا انا الثوم تاعي نخبيه هكذا كيما راه، نحطو في بورطمونجي كما كنتو تشوفوا، نسكر عليه ونحطوه في الكونجيلاتور. كي نحب نجبدها هكذا بها بكشورها. صدقوني احسن طريقه لحد الان جربتها واللي هي تخبيو الثوم تاعكم به بالقشور تاعو، على خاطر القشره هذيك دارها ربي باه تحمينا الفص تاع الثوم هذاك ويشد لنا مده طويله. دوك اعوام وانا نخبيه بالطريقه اللي كنتو تشوفوا فيها. كي نجبدو نلقاه نفس الريحه نفس الطعم، ما مصفوريه وما يصفارش. كاين اللي يرحيه، كاين كل واحد عنده طريقته. ليسونسيال انا شاركت معكم طريقتي. هنا ثاني بالنسبه للروتين، هنا كما راكم تشوفوا هذو تاع لي تيست تاع ثاني اكسيد الكربون عفوا، اللي يخرجوا مثلا من الشوفبان، اللي يخرج من الفورنو. هنا هذو جابوهم لنا سونال غاز، نورمالمون راهم يوزعوا فيهم بارتو. صراحه يعني لفته ما شاء الله. الحاجه اللي مليحه نهضروا عليها، الحاجه اللي مش مليحه نهضروا عليها. صراحه بزاف هايلين، يمدوا هكذا لكل دار نمدوا لها زوج. تركبوهم قدام شوفبان وتركبوهم قدام الفرنو، يعني ما شاء الله. كي يعود مثلا تسرب ولا يعود الفرنو ما يخرجش، يسينيالي الكويسون يعني بواحد الصوت كنت تعودي في سابع نومه ينوضك. ليسونسيال ركبتهم، حبيت اني نشاركهم معكم في الروتين تاعي اليومي، واللي اكيد حابين يشريهم راهم متوفرين في المحلات. هنا بالنسبه للعشاء ثاني درت شخشوخه، على بالي شخشوخه شويه ثقيله في العشاء، ولكن حبينا هكذا شخشوخه. شاركت معكم ثاني الطريقه، الوصفه راهي كاينه في القناه. اللي حبت انها تشوف الطريقه وتشوف الوصفه راح تلقاها على القناه. هنا حبيباتي نقول لكم ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، الروتين ثاني نال رضاكم. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تبخلوش
عليا برك بلي جميع البنات. واكيد هنا ما بقى لي غنقول لكم احبكم في الله، وسلام حبيباتي، سلام.